الشهيد كاظم رضا غلام علي. ولد الشهيد كاظم رضا غلام علي في عام 1935 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. عمل في مجال التربية والتعليم، وكان معلما في المدرسة الفيلية. اعتقل الشهيد كاظم من قبل منظمات البعث السابق في عام 1981 بعدما هجرت عائلته. تعرض الشهيد في سجون النظام السابق لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي. أعدم في عام 1982، ولم يعرف ذوي الشهيد كاظم أي أخبار عنه إلى ما بعد سقوط نظام البعث السابق في عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن قائمة الشهداء المعدومين الذين اختفوا ضمن المقابر الجماعية.